افضل مكملات غذائيه بعد سن ال40. هنا بعد سن ال40 بيحصل نقص لهرمونين سواء عند الستات او عند الرجال. عند السيدات بيبتدي هرمون الاستروجين يقل وابتدوا يخشوا في مرحله المونوبوز، ودي بتعمل مشاكل في العظم والام في العظم وهبات ساخنه وحاجات من دي. عند الرجال بيبتدي هنا يقل هرمون التستوستيرون ابتداء من سن ال35، وده بيقلل كتله العضلات ويبتدي يزود الوزن. ولو الراجل او الست مشي على 3 حاجات مظبوطه يفضل التوازن الهرموني موجود للست او الراجل مهما سنه كبر، وهي بتبقى التغذيه والرياضه والحاجه المساعده المكملات الغذائيه. اول مكمل جذور الجينسينج الاحمر، ولازم يكون جينسينج احمر كوري. ايه الفوائد اللي بيعملها لنا الجينسينج بعد سن ال40؟ اول حاجه ومهمه جدا بيقلل مقاومه الانسولين. الحاجه الثانيه بيحسن من المود والمزاج بشكل كبير. الحاجه الثالثه بيخلي التركيز عالي. المكملات التانيين اللي تاخدهم بعد سن ال40، اول حاجه عشبه الجينكو او الجينكا، ويزود وصول الدم للاطراف. الحاجه الثانيه بيقلل من تكوين الجلطات. ثالث حاجه بقى في البرد وفي الشتاء ان اطرافها بتزرق وبتبقى متلجه طول الليل، العشبه دي او المكمل ده من احلى الحاجات اللي تاخدها في الفتره دي. ما انصحش بيه لمرضى الضغط العالي خالص. تاني حاجه البيتروت او البنجر بيقلل الالتهابات في جسمك بشكل عالي جدا. تاني حاجه بقى بيعمل فازو دايليتيشن او بيوسع الاوعيه الدمويه. الناس اللي عندها ضغط عالي بيساعدها مع الوقت ان الضغط يبتدي يتحسن ويقل. رابع حاجه بقى مفيد للشعر، او لو جبت البنجر ده وحطيته مع زهره الكركديه وعملتهم مستخلص ميه وفي بخاخه كده رشتيها على شعرك، هتلاقي شعرك لونه بيتغير شويه وبيتحسن، والشعر الجري الرمادي ده ابتدى يقل والشعرايه ابتدت تطرى وتبقى احسن. ولو استفدت النهارده شارك صاحبك بالمعلومه دي عشان الكل يستفيد.